ايوه، انت حضرتك عاوزك تقول لي انت مستني ايه في مباراة مصر وبلجيكا؟ طبعا انت مستني ان المنتخب المصري يعمل اقل تقدير زي اللي عمله المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي. هل ده ممكن يحصل؟ يعني هل احنا ممكن فعلا نشوف منتخب مصر بكرة امام بلجيكا يقدر ان هو يناطح المنتخب البلجيكي ويتعادل معاه وممكن ان هو يكسبه؟ هتقول لي يا عم مش بعيدة، ما احنا كسبناهم في مباراة ودية قبل كده وقدرنا ان احنا نفوز وقدرنا ان احنا ننتصر وقدرنا ان احنا نعمل شغل عالي قوي. بس انا هتكلم معاك من نقطتين: نقطة نظرية على الورق ونقطة عملية داخل الملعب. النقطة النظرية بتقول لك ان ده صعب. طب ليه صعب؟ لان المنتخب المغربي لما تعادل مع المنتخب البرازيلي او لما كسب المنتخب الاسباني او البرتغالي او لما عمل نتائج ايجابية مع المنتخبات الكبيرة دي، ده كله جاي بمذاكرة، كله جاي باجتهاد، كله جاي بتعب. الناس دي محضرة كويس قوي. الناس دي مطلعه ناشئين بره من هم صغيرين 10 15 سنه، مطلعه مدربين بره واخدين الرخصه وجاهزين، عملوا ملاعب على اعلى مستوى، اتحاد كره على اعلى مستوى. فالكره المغربيه جاهزه من كل حاجه، سواء محليا سواء عالميا. لعيبه داخل المغرب جاهزين، لعيبه خارج المغرب جاهزين، وبكل الاعمار وبكل الفئات. واديك بتشوف رابع كاس عالم، لا بياخد كاس عالم للشباب بدل مدرب 3 و4: عموته، وليد رجراجي، محمد وهبي، السلامي، كل حاجه موجوده. فده نظريا. هنيجي احنا بقى للنظريا بتاعتنا، هنلاقيها انها صفر على الشمال مقارنه بالنظريا بتاع منتخب المغرب. هل احنا معدين او مجهزين ناشئين كويسين يشيلونا؟ هقول لك يا باشا، انت مش رايح غير بلعيب واحد يعتبر هو ناشئ معاك، وهو حمزه عبد الكريم. تمام. الاتنين المحترفين اللي عندك اللي هم محمد صلاح وعمر مرموش، الفلته دول اللي احنا بنقول عليهم ايه، جايين فلته كده. دي نقطة. هل احنا عندنا مدربين واحد واثنين وثلاثة؟ لا، احنا جبنا حسام حسن عشان الجرينتا وان هو مدرب وطني، ونشوف يمكن تظبط معانا زي ما ظبط مع الرجراجي والكلام ده. احنا بنقلد يعني، مش هننكر. لكن عشان ما اروحش بعيد وانتوا، احنا نبص للجانب العملي. الجانب العملي اللي هو داخل الملعب. طب داخل الملعب دي انا عايز ايه؟ انا عايز 11 قدام 11 راجل قدام 11 راجل. هل منتخب مصر يقدر يعملها؟ يقدر يعملها. طب يقدر يعملها ازاي؟ لما اكون مركز جدا في المباراة، لما اكون عارف ادواري بشكل كويس جدا، لما اكون مش خايف. يعني فكرة ان انا اكون مش خايف وركبي بتخبط في بعض، دي لوحدها تأهلني ان انا اقدر اعمل حاجة قدام منتخب بلجيكا. او منتخب بلجيكا منتخب مصنف في لوكاكو، في دي بروين، في دوكو، في كوكبة من النجوم، لكن انت مش شوية. انت عندك برضك عناصر متميزة. لو حسوا ان هم اقوياء، لو اللعيب من دول حس ان هو معاه الكوره وما يقلش عن اللعيب التاني، هيقدروا يعملوا حاجه. بشوف ان الفكره هترجع في مباراه مصر وبلجيكا للروح العاليه عند اللعيبه، للهدوء اللي موجود عند اللعيبه، التركيز اللي موجود عند اللعيبه، خبره محمد صلاح، سرعه عمر مرموش، تركيز امام عاشور، كذلك يعني بقى عايزين نشوف الفوقان بتاع محمد هاني، وكذلك فتوح. عايزين نشوف بقى عبد المنعم والبيك بتاع عبد المنعم. عايزين نشوف بقى يعني القدوم بتاع مصطفى شوبير. احنا عندنا عناصر متميزه. ما اقدرش اقول لك ان احنا نوصل لدور 8 ولا دور 4 ولا الكلام ده، لكن اقدر اقول لك ان احنا نقدر ناخد ماتش بماتش، واحنا في مجموعه كويسه ومتزنه، ونقدر ان احنا نبعد شويه. احنا بكره اول مباراه، ملناش اي انتصار في بطوله كاس العالم. بتمنى ان بكره يعني العقده دي تتفك، وان احنا نقدر نحصل على اول انتصار او اقل تقدير تعادل، بحيث ان احنا شفنا المنتخبين العربيين اللي بداوا عملوا نتائج ايجابيه. فاحنا المنتخب العربي الثالث اللي هيبدا مباراه غد. بتمنى التوفيق لمنتخب مصر، بتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن، بتمنى التوفيق لعيبه منتخب مصر، وان احنا نشوف مباراه كبيره. وبالمناسبه يعني كلام بيزعل، لكن هي دي الحقيقه. احنا محتاجين نشتغل صح، محتاجين نشتغل على ما بعد كاس العالم ان يبقى فيه 50 حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم اللي هيلعب في برشلونه ده العنصر المتميز اللي برشلونه خلاص هيفعل عقده. محتاجين نشوف 50 حمزه عبد الكريم من الاهلي، من الزمالك، من بيراميدز، من انبي، من المقاولين، من بتروجيت، من كل الفرق. ومش صعبه والله. عملنا كده وأهلنا لاعبينا لكده، خلينا لاعبتنا ان هي تحتك باوروبا بشكل كويس جدا. هنقدر نشوف اللعيبه ديت بتشيل منتخب مصر وبتوصل بنسبه كبيره لادوار بعيده، وما تقلش عن اي منتخب تاني. منتخب مصر كبير ويستحق ان هو يكون في المقدمه.